في البداية اعتقد الناس أنها مجرد ليلة غروب شمس كما هو معتاد، لكن عندما ابتلعت الظلمة الكوكب بأسره أدركوا متأخرين أن هذه ليست ليلة بل بداية النهاية. أسياد الليل الحقيقيون، كائنات خبيثة من العدم، نزلت على العالم في ليلة واحدة فقط. تم اتهام أكثر من 99% من 57 مليار إنسان على الكوكب وتحولوا إلى وليمة مروعة للوحوش. كان يوان يانغ من بين الذين لم ينجوا، فقد ظل في سوق ليلي لفترة طويلة، وتلك التأخير القصير كلفته كل شيء. ابتلعه موجة الرعب الأولى بالكامل، لكن القدر لم ينته بعد معه، فقد تم تفعيل قاعدة قديمة وتم إلقاء روحه في عالم مختلف. لكنه عندما استيقظ لم يستطع أن ينطق بكلمة واحدة، جسده رفض التحرك كما لو كان مشلولا. كانت الأفكار تتسابق في ذهنه، تذكر أنه تم اتهامه من قبل الضلال. إذا لم يكن هذا حلما فكيف لا يزال واعيا؟ لا يزال حيا. عندما فتح يوان يونغ عينيه وجد نفسه في مدينة مدمرة وغير مألوفة. كانت الشوارع متصدعة ومليئة بالحطام، وكان الناس يرتدون ملابس غريبة كأنهم ناجون في عالم ما بعد نهاية العالم. نظر إلى بركة على الأرض ورأى أخيرا انعكاسه. كان وجهه شاحبا كالجرحى، عيونه بلا حياة، جلده شبه ميت. لم يكن هذا وجهه، لم يكن هذا جسده. فجأة صرخ صوت ميكانيكي من مكبرات الصوت: انتبهوا، تم تشكيل حدود الشفق. ستبدأ الظلمة خلال 3 دقائق. يرجى الإخلاء أو البحث عن ملجأ فورا. انفجرت الفوضى وتدافع القرويون في كل اتجاه. أجمعوا أغراضكم، أركضوا. الحدود مبكرة. هذه الأشياء اللعينة لا تتبع حتى جدولا. زحف قشعريرة في عمود يانغ الفقري. كان يقف هناك كالأبله. إذا لم يتحرك الآن سيكون التالي على القائمة. لكن قبل أن يتمكن من الرد صدمه شخص ما وأسقطه على الأرض. هل تريد الموت؟ تفضل، فقط لا تعرقل طريقي. شتم الرجل وهو يفر. تمتم يوان يانغ في داخله غاضبا. اللعنة، لم يستطع حتى الزحف. ما نوع هذا الجسد؟ صد العد التنازلي مثل دقات ساعة يوم القيامة. 10 ثوان، 9 ثواني. ثم جاء نفس الرعب الظل الذي ابتلعه من قبل عاد يقترب. الزمان زحف مثل دخان سام، يبتلع يد يوان يانغ ببرودة جليدية في ثوان معدودة. ابتلعته الظلال بالكامل، وغريبا بدأ جسده أخيرا يتحرك. صوت نظام مروع تردد في عقلي. حدود الشفق تم عبورها. تم تفعيل وضع الليل. فحصين يانغ محيطه وأدرك أن كل حيوان قريب قد سقط ميتا، لكن جثثهم لم تبق ساكنة. كانوا يرتجفون، يتلوون، يتحولون إلى شيء مشوه وغير إنساني. ثم عشرات، لا، مئات من العيون الحمراء. الدماء انفتحت فجأة، جميعها تتجه نحوه. إذن هذه هي الرعب الذي خاف منه الجميع. اندفع أحد الوحوش أولا، فكوكه مفتوحة، أنيابه تتلألأ بنية القتل. انحنى يان يانغ وتدحرج متجنبا الضرب بصعوبة. لكن قبل أن يتمكن الوحش من الهجوم مرة أخرى جاءت يد ضخمة أكبر بكثير من الكائن نفسه. ظهرت من العدم فوقه بسهولة مرعبة. كما انتزعت اليد الوحش إلى الهواء كأنه لعبة. اتسعت عين يانغ واحتبس أنفاسه. أمامه وقف عملاق ضخم ارتفاعه 20 مترا، يطعم الوحش بهدوء إلى فمه الواسع. كان هناك في عمق الليل يتجلى كائن مخيف فوق الأنقاض، مثل إله الموت، يتطلع ببرود إلى كل شيء أدنى. شعر يانغ أنه سقط في الجحيم نفسه. كانت كل نفس تنبعث منها رائحة الفساد واليأس. لا وقت للتفكير. ركض بشدة. رصد الوحش فريستو وهو يحاول الهروب، وأخرج زئيرا مدويا هز الأرض. اندفع للأمام، كل خطوة تهز الأرض خلف يانغ. وصل إلى منزل نصف متهدم، يطرق الباب كالمجنون، ولكن لدهشته احترق الخشب على يده عند اللمس. كانت شديدة السخونة خلفه. كانت فكوك الوحش الضخمة تنزل بالفعل على بعد بضع شات من جمجمته في اللحظة الأخيرة. ألقى يانغ برأسه إلى الجانب متجنبا العضة القاتلة، متجاهلا الألم. تسلق وركض مرة أخرى. السيطرة على الأدرينالين. لكن الكابوس لم ينتهي بعد. عدة مخالب عملاقة تلوح في الهواء بسرعة مخيفة في غمضة عين.
اندمجت لتصبح قبضة عملاقة وضربت كقذيفة، حتى الضربة الخفيفة أرسلت يانغ يطير بعيدا. على بعد عدة أمتار كان الوحش الذي كان يطارده لم يحصل حتى على فرصة ثانية. تم ابتلاعه بالكامل من قبل كائن أكبر. تنغزت قشرة يانغ حتى يأكلون أبناء جنسهم. لم يجرؤ على التوقف. انطلق في جري يائس آخر. ما الذي يحدث هنا من هؤلاء؟ أين أنا بحق الجحيم؟ انطلق يانغ كالمجنون. بينما كان الوحش خلفه يطارد بلا رحمة، كانت سباق موت حقيقي تحت غطاء الليل. تماما عندما وصلت مخالب الوحش الضخمة إليه، انقسم الهواء بمضة من طاقة السيف وقطع الطرف إلى نصفين. انزلق يانغ إلى التوقف، عينيه متسعتين في ديسبليف. ثم جاء صوت غاضب من بعيد: أترك لمدة 5 دقائق ملعونة، وتحاول بالفعل التسلل للخارج وتعرض نفسك للقتل. حدق يانغ في المخلب المقطوع الذي كان يرتجف على الأرض. تلك الضربة العفوية بالسيف، هل كان هذا الرجل العجوز إنسانا؟ تفاعلت غريزة البقاء لديه. اللعنة على هذا. إذا كان ذلك السيف يمكنه قطع الوحوش كأنها ورق، ماذا سيفعل به؟ استدار وركض مرة أخرى، لكن قبل أن يبتعد كثيرا جذبه يد عظمية لكن قوية بشكل غير طبيعي من شعره إلى الوراء. سخر العجوز، وجهه مشوب بالفرح. لا يزال يحاول الهرب. لقد أمسك بك الآن براد. ماذا تفعل؟ أطلق صرخ يانغ في فزع عندما أدرك أخيرا. وجد نفسه مقيدا إلى كرسي في كوخ مهدم، وكان يقف أمامه ذلك المجنون الذي يقتل الوحوش. نظر يانغ إلى السلاسل الحديدية الثقيلة التي كانت مقيدة حول ذراعيه وساقيه. ذهنه يسابق: كان ذلك الرجل العجوز المجنون، لكن ماذا يريد بحق الجحيم؟ تنهد العجوز بوضوح وهو فاقد للصبر. لا يزال يتظاهر بالقوة. ها 3 أيام ملعونة وما زلت لن تعترف. دون تحذير ألقى مجموعة من المخلوقات السامة، ثعابين، عقارب، ديدان. وضعت السحالي والضفادع في قدر وبدأت في تحضير خليط أخضر يغلي. نظرة يانغ تحولت إلى جليد. لم ير هذا الرجل فيه إنسانا على الإطلاق. فجأة تحول الرجل العجوز، عينيه حادتين كالشفرات. لا يزال لديه الجرأة لينظر إلي بغضب. أيها الصبي، انطلق للأمام وهو يحمل الوعاء. أنت ترتدي جلد شخص آخر وتظن أنني لن ألاحظ. تلك الرائحة النتنة للروح العفنة عليك. أمسك يانغ بفكه. زأر، الفرصة الأخيرة. اغرب عن جسد حفيدي أو سأنتزعك. بنفسي عندها أدرك يانغ أن هذا الجسد كان ينتمي في الأصل إلى حفيد الرجل العجوز قبل أن يتمكن من الرد. تم إجبار السم الأخضر المتصاعد على النزول في حلقه. أشربه حتى آخر قطرة فقط. بعد ذلك تكسب روحك القذرة. الحق في الخروج في اللحظة التي لمس فيها الشراب السام. حلق يانغ شعرت وكأنها حمم منصهرة تتدفق. تحرق في مريئه. انكمشت بأبؤا عينيه بعنف بينما تمزق موجات من الألم الذي لا يحتمل أعصابه. لم يستطع كبحها، وخرجت صرخات من حلقه خامة وحيوانية. سحب الرجل العجوز رأسه للأعلى، وجهه على بعد بضع إنشات، يصرخ كوحش. لا يزال وحشا، لا يستطيع حتى الصراخ كرجل. حاول يانغ الكلام لكن لم تخرج سوى زئير متقطع. كان في ألم شديد لتشكيل كلمات. انتفخت عين الرجل العجوز بالغضب. أغرب عن حفيدي. قلت أغرب أيها الطفيل الملعون. دون تحذير غرز خنجرا صدئا في كتف يانغ. تدفقت آلام من الداخل والخارج، مما أرسل يانغ إلى انهيار عقلي. فجأة طاقة سوداء غامقة بدأت تتدفق من داخله، تتويست وتدور، تحاول يائسة الهروب. أمسكها الرجل العجوز في الهواء. زأر، إذن هكذا تبدو حقا، أليس كذلك؟ هذه هي صورتك الحقيقية. وعي يانغ وميض للعودة. للحظة قصيرة استطاع التفكير. انتظر، هل كان يتحدث إلي أم إلى ذلك الشيء بداخلي؟ الرجل العجوز أمسك بخيوط الطاقة المظلمة الممزقة من جسد يانغ. زأر من خلال أسنانه المقرمشة: قد لا أستطيع طردك تماما في الوقت الحالي، لكنني أقسم سأطحنك إلى غبار قطعة مع صوت كسر حاد لمفاصله. سحق الضباب الأسود في راحة يده.
محولا إياه إلى رماد تشتت في الهواء. لم يعد بإمكان عقل يانغ تحمل ذلك. أخيرا انهار وعيه إلى الظلام. بينما كان يتلاشى ظهرت في ذهنه فكرة هادئة. ماذا فعلت بي؟ فجأة وعيه وميض مرة أخرى. وضوء أبيض متلألئ يطفو أمامه، يتحدث مباشرة إلى عقله. كنت أناديك طوال هذا الوقت. إذن هذا هو السبب في أنك لم ترد. لقد وضعت نفسك في ورطة حقيقية. تمزق ألم حاد في رأس يانغ يونغ، كأن شخصا يشق جمجمته بفأس. هذا مجرد أثر جانبي، قالت الضوء بهدوء. كان يجب علي سحب عقلك بالقوة إلى هذا الفضاء. سيزول الصداع. أين أنا؟ سأل يانغ يونغ وهو يتألم. هذا هو عالم عقلك، المجال الداخلي الذي يمكن الوصول إليه فقط لأولئك الذين عبروا إلى الجانب الآخر مثلنا. ليس هناك وقت لشرح كل شيء. فقط ابق هادئا واستمع، لأن ما سيأتي بعد ذلك سيحدد ما إذا كنت ستعيش أو تموت. أولا، تذكر هذا جيدا. في هذا العالم يمكن أن تضرب الظلام في أي لحظة. عندما يحدث ذلك يجب أن تبقى داخل المنزل. إذا أمسك بك الرعب في الخارج ستكون قد انتهيت. اللعبة انتهت. هذه الوحوش هي أساساً النسخة في هذا العالم من مصاصي الدماء. هم يصطادون فقط في الليل ويختفون خلال النهار. ثانياً، وهذا أمر حاسم، يعتبر فعلنا في الاستيلاء على جسم بعد الانتقال هو نفسه مثل التملك وفقاً للمعايير المحلية. إذا تم فحصك أو اختبارك ستعتبر ككائن معاد وسيتم إعدامك في الحال. ثالثاً، أنت تقنياً ميت بالفعل. جسمك الحالي هو مجرد قشرة تحتاج إلى إشعال لها بالمصدر الخاص بك في أسرع وقت ممكن لإحيائه. جسمك الفيزيائي إذا لم تفعل سيبدأ في التحلل خلال 3 أيام. انتظر لحظة. ما هو لهب المصدر؟ بالكاد نطق إنيانغ بالكلمات قبل أن تتشقق المشهد العقلي بأكمله. مثل الزجاج المكسور تم طرد وعيه بعنف، ملقى خارج الفضاء الذي ينهار. نهض فجأة في حالة من الذعر، مبتلا بالعرق، يلهث من أجل التنفس. أين أنا؟ ألم أكن محاصرا في ذلك الزنزانة المخيفة؟ لكن بعد ذلك أدرك أنه يمكنه التحدث مرة أخرى. كان لونه يعود، وبدأت الصلابة في أطرافه تتلاشى. هل يمكن أن تكون آثار سم ذلك المجنون؟ كان يانغ لا يزال يحاول فهم الأمر عندما انفجرت أصوات عالية خارج الغرفة. قال الجد: أخي مريض جدا، يحتاج إلى الراحة. لا يمكنك الدخول وهو مريض. صحيح. قبل أن تتمكن الفتاة من إنهاء الاعتراض تم دفعها إلى الداخل تتعثر على الأرض. دخل عدد من الرجال الضخمين يتفحصون يانغ بالنظرات أعدائية مفترسة، كما لو كان مجرما ينتظر الإعدام. عمدة تلك الليلة بعد سقوط الظلام كان هذا الطفل هو من يقف في الخارج مثل تمثال بائس. توقف عن إضاعة الوقت. قيدوه. يجب جلد أمثالهم وتعليقهم عند بوابة المدينة. رشت الفتاة أمام يانغ تحميه بجسدها. لقد كان طريح الفراش لمدة 3 أيام. لماذا تتهمونه؟ سخر الشاب الأشقر مضحك. قبل ليلتين تم تناول العجوز وونغ الحداد. لم يتبقى سوى حذائه. والآن يظهر أخوك مع دم عليه. يبدو مشبوها. يونياو كاذبة. صحت ينياو. ليس لديه أي دم عليه. لكن صوتها اهتز قليلا. فجأة تذكر يانغ. التحذير من الصوت الغامض: لا تدعهم يختبرونك تحت أي ظرف. إذا اكتشفوا أن روحك غريبة سيقتلونك دون تردد. يجب ألا تدعهم يلمسون تلك الآلة. كافحت يانياو بشدة. صرخت: دع أخي يذهب، إنه على وشك الموت. ماذا تريدون منه أكثر؟ أمسك الشاب الأشقر بذراع يانغ بيد واحدة وأشهر حقنة لامعة بالأخرى، معبرا عن تهديد متعجرف. توقف عن التظاهر بالضعف أو المرض أو التملك. سنعرف في طعنة واحدة هذا ليس مصلا عاديا. أيضا إذا كان شاذا ستجعله هذه الأشياء يتوسل للموت. بينما تحرك ليدفع الإبرة تدفق الطاقة عبر يد يانغ. كان مستعدا للقتال بكل ما لديه. لكن في تلك اللحظة صدى صراخ مدو عبر الغرفة. استسلموا جميعا. تجمدت يد بلوندي في الهواء تتفاعل غريزيا مع الضغط في ذلك الصوت. انفجرت الباب ودخل يون سونغ فينغ. كان هالته خنقة كالشيطان المصنوع من الدم والصلب.
قفز لبيان يانغ كان ذلك الرجل المجنون المرعب وما زال يبدو مخيفا. على الفور، غير بلوندي، نبرته مجبرا، ابتسامة مديح، انت في الوقت المناسب، المعلم القديم، يون. كنا على وشك إجراء فحص سريع على يين يانغ. بروتوكول قياسي. تحولت نظرة يون سونغ فينغ إلى جليد، بينما تعلقت على الرجل الذي يقود المجموعة. ووتشونغ لونغ، كانت هذه فكرتك. نحاول الحفاظ على رباطة جأشه. هيا يالوين. كان هناك فوضى ليتلي مع كل هذه المشاهد الغريبة. كنت أحاول فقط تهدئة مخاوف سكان المدينة. لا شيء شخصي. قبل أن يتمكن من إنهاء كلامه، تحول تعبير يون سونغ فينغ من برودة إلى قاتل. تجرؤ؟ هل تظن أنني يون سونغ فينغ لا أستطيع حماية حفيدي؟ أم أنك تقترح أن هذا الرجل المجنون متعاون مع الوحوش الآن؟ بمجرد أن خرجت الكلمات من فمه، سقط الصمت. نظر الرجل الأشقر إلى خادميه، وفجأة وقفوا بشكل أطول بشجاعة جديدة رأيناه هناك في عمق الليل. إذا لم يكن يين يانغ شبحا، فلماذا كان خائفا من إجراء الاختبار؟ ليس لك أن تقرر ما إذا كان كذلك أم لا. نحتاج إلى دليل حقيقي. تحولت عيون يين زهانغفينغ إلى حادة. تريد دليلا؟ حسنا، سأعطيك دليلا. تقدم يين زهانغفينج نحو يين يانغ، وتوتر تعبير الفتى على الفور. أدخل يين زهانغفينج يده في رداءه بنظرة جدية. كان الجميع يعرف أن الأشباح تخاف من شيء فوق كل شيء، النار المصدر. مع اقتراب الرجل المجنون أصبح يان يانغ متوترا بشكل واضح، وعندما سمع كلمات نار المصدر ملأ قلبه بالارتباك. ما هي نار المصدر؟ لا تقترب أكثر. تحدث يين زونغ فينغ بهدوء. لا تخف، الجد هنا. لكن عقل يين يانغ كان عاصفة من الذعر. ماذا أفعل؟ لا أستطيع الهرب، لا أستطيع القتال. قبض يين ياو على يده بإحكام وهمس. لا تخف أخي، الجد هنا. كل شيء سيكون على ما يرام. أخرج يين زونغ فينغ حجر المصدر المتوهج الأخضر من ردائه، وكان ضوءه الساطع يكاد يحرق عيون الجميع. استعدوا يا حفيدي، قد يؤلم قليلا. قفز قلب يين يانغ. ماذا يخطط هذا الرجل العجوز للقيام به؟ رفع سونغ فينغ يديه موصلا الطاقة من الكريستال مع نفس مركز. فجأة انفجرت شفرات من الضوء الأخضر، متجهة نحو قمة رأس يان يانغ كعاصفة من السهام. كاد المتفرجون يسقطون من دهشتهم. هل تلك كريستالة مصدر عالية الدرجة؟ تلك القطعة وحدها يمكن أن تشتري بيتا في المدينة الرئيسية. لكن قبل أن يتمكن أي شخص من الرد، تحول الوهج اللطيف إلى اندفاع وحشي من الطاقة. أصبحت الطاقة عنيفة كطلقات المدفع نحو جسد ين يان. لقد كذبت أيها العجوز، هذا ليس بألم خفيف، إنه يؤلم كالجحيم. لم يرتجف سونغ فينغ، بل زاد من تدفق الطاقة. إذا استطعت إيقاظ لهب مصدره، فلا شك أنه ليس مجنونا. لا شيء يمكن أن يزيف ذلك. جيلسو كان يصر على أسنانه، يرتجف بالكامل. شيء داخله كان يتحرك، يتململ، يحاول التحرر. حدث ذلك. انفجار عنيف انطلق من داخله. لهب ذهبي أحمر انفجر من صدره مثل بركان. لهبه الأساسي قد اشتعل. ولكن تماما عندما اشتعل لهب جيلسو الأساسي، شعر بشيء آخر. تدفق آخر من الطاقة المظلمة يتحرك بداخله بشكل غريب. الطاقة السوداء لم تكبح اللهب، بل زادته اشتعالا مثل البنزين على نار مشتعلة. الطاقة من الكريستال كانت شيئا واحدا، لكن هذه القوة الأجنبية كانت تتدفق إليه أيضا. تمزق في عروقه مثل حرائق الغابات. شعر جسده أنه على وشك الانفجار. إذا استمر هذا سيتمزق من الداخل إلى الخارج. وهو يصر على أسنانه، أطلق جيل سو زئيرا مدويا. توقف الآن. بوم. انفجرت موجة صدمة من جسده تهز الغرفة إلى جوهرها. تجمدت الحشود في مكانها. الحرارة، الضغط، كان هذا بالتأكيد طاقة اللهب الأساسية. لا يمكن لأي وحش أن يزيف ذلك. وجه الشاب الأشقر تشوه من ديسبليف. ماذا بحق الجحيم؟ رأيته يتملك. كيف بحق الجحيم؟ استيقظ على اللهب الأساسي. يان زانغفينغ سخر، عينيه تتلألأ بالازدراء. هل هذا دليل كاف لك؟ وتشونغ لونغ وضع ابتسامة زائفة بسرعة. حسنا، بما أن جيل سو أصبح نظيفا، يمكننا جميعا أن نرتاح الآن. حسنا يا رفاق. انتهى العرض.
لنذهب. ولكن عندما استدار ليغادر أظلم وجهه ولمع في عينيه بريق بارد. يا جيل سو، هذا لم ينته بعد. يونياو أمسك بيد جيل سو برفق، صوت ناعم مع القلق. أخي، هل تشعر بتحسن؟ أنا بخير. جيل سو تمكن من ابتسامة مرتاحا بصمت مع استيقاظ لهبه الأساسي. يجب أن أكون بأمان الآن، أليس كذلك؟ ولكن قبل أن يمكن للحظة أن تستقر، تحول يان سونغ فينغ فجأة إلى شاحب، ثم سعل كمية كبيرة من الدم وسقط إلى الوراء. جد، جيل سو صرخ، متوجها إلى جانبه في حالة من الذعر. مدت يدها بطاقة للتحقق من حالته، وتجمدت ملامحها على الفور. لهبه الأساسي كان مفقودا. جد، كل شيء، لا ترعبني هكذا. يان سونغ فينغ سأل بشكل درامي، متظاهرا بأنه رجل يموت. يونياو، لقد حان وقت جدك. قبل أن أرحل، هل يمكنك؟ سعال. إحضار تلك الجرة من النبيذ. دعني فقط أنقذ بعض الجنيهات قبل أن أرحل. يونياو التي كانت تغرق في الحزن قبل ثوان، فجأة عبست وقفت. يا رجل مسن ماكر، أنت تتظاهر مرة أخرى فقط لتشرب. الرجل المسن أمسك برأسه بشكل مثير للشفقة. كتل ضخمة تتورم على جبهته. جنيه واحد، حتى إذا شربته ببطء بالكاد سيكفيني ليومين أو 3. لم أتناول قطرة منذ ما يقرب من نصف شهر. من كان ليظن أن ينتشونغ فينغ المخيف ملطخ بالدم يمكن أن يكون مدربا تماما على يد حفيدته. عائدا إلى وضع الجدية، يان سونغ فينغ التفت إلى جيل سو. لهبك الأساسي ليس مستقرا بعد. الآن فقط استرح وابق في مكانك. أعلم أن لديك الكثير من الأسئلة وذكرياتك ربما مشوشة، ولكن هناك شيء واحد يجب أن تتذكره. يونياو وأنا كنا عائلتك، لن نؤذيك. عائلة، تلك الكلمة أثرت في جيل سو أكثر مما توقع. شعر بشيء غريب، خفض بصره والأفكار تدور في رأسه. إذا اكتشفوا أنني لست فعلا يونياو الخاص بهم، هل سيعاملونني بهذه الطريقة؟ في هذه الأثناء كانت بلوندي تتجول بغضب في ساحة القرية. لقد رأيته، اللعنة، ذلك الوحش دخل جسد يين يانغ. أعرف ما رأيته. فكيف نجح في الخروج بلا ضرر؟ ومع ذلك كان وو تشونغ لونغ يبدو غير مبال تماما. ألقى كتفيه بشكل غير مبالي، سواء كان الأمر صحيحا أم لا. لم يعد يهم. تشوه وجه بلوندي بالإحباط. ماذا تعني أنه لا يهم؟ هل نسيت ما طلبناه من الوصي؟ اطرد عائلة الرجل العجوز، أقضى عليهم ثم استولي على غابتهم الأسلاف. ابتسم وتشونغ لونغ وعيناه تتألقان بالحسابات. أليس لديك فضول لماذا هذا المجنون العجوز متشبث بتلك الرقعة من الأرض؟ ولماذا الوصي ودسبرت للحصول عليها؟ ألم ترى تلك الكريستالة التي أخرجها اليوم؟ إنه مجرد قائد دورية ليلية، لا يمكنه تحمل حجر من المستوى العالي مثل ذلك. Judging by his gear and the way he used it، من المحتمل أن تلك الكريستالة جاءت من تلك الغابة. سنقترب بصوت منخفض وطماع. خذ بعض الرجال وابحث في المكان. إذا وجدنا أي شيء ذو قيمة سننتظر الوصي وسنضربه بقوة. قد تكون هذه فرصتنا للثراء. في صباح اليوم التالي كان يين يانغ مستلقيا على السرير يتصفح دفتر ملاحظات مهترئ تركه مالك الجسد الأصلي من الصفحات المليئة بالكتابات والأطراف المهترئة. كان من الواضح أن الرجل كان مهووسا تماما بالزراعة. كان الكتاب مليئا بسجلات التدريب وملاحظات طاقة غامضة. خط واحد لفت انتباه يين يانغ: ظلال شريرة، خوف، ضوء الشمس ونار المصدر. ضوء النهار هو النافذة الآمنة الوحيدة للإنسانية. في اللحظة التي تغرب فيها الشمس، يجب على البشر البقاء في الداخل محميين بواسطة دروع نار المصدر، وإلا سيصبحون فريسة. لذا كنت بالفعل ممسوسا تلك الليلة، وذلك الرجل العجوز المجنون لم يكن يعذبه. كان يحاول طرد الشر بالقوة باستخدام طاقة المصدر. وفقا للملاحظات، كانت الطاقة السوداء تسمى شيان توشي، نوع من الهالة القاتلة. خطيرة نعم، لكنها أيضا قوية. تليين نار المصدر الخاصة بك أو امتصاص شيء توشي يمكن أن يؤدي كلاهما إلى القوة. لكن عندما حاول يين يانغ توجيه قوته، شعر بشيء غير صحيح في تلك اللحظة. جاء طرق على الباب. أخي، هل أنت مستيقظ يا يوان يانغ؟
نظر إلى الداخل مبتسما بلطف. الجد يقول أنك تتعافى جيدا، والحصول على بعض أشعة الشمس يساعدك على التعافي أسرع. كان يين يانغ ينوي بالفعل استكشاف المزيد من هذا العالم الغريب، لذا أومأ برأسه بدون تردد. بالتأكيد لنذهب. يونياو تألقت مثل الألعاب النارية، تقفز في مكانها بحماس مثل أرنب أخيرا خرج من قفصه. بينما كانوا يتجولون في الشارع الرئيسي للقرية، كان يين يانغ مندهشا من الحشد النشيط. التجار يصرخون والعربات تمر، وكان المشهد كله يبدو حيا، كأن رعب الليل لم يكن موجودا. مسحوق نار المصدر من الدرجة العليا. كيس واحد يحافظ على إضاءة مصابيحك لمدة أسبوع كامل. مجوهرات كريستال مصدر إصدار محدود. تصنيف النقاء 98%. نضمن لك غبار مصدر حقيقي لا يطرد الشر فقط، بل يحافظ أيضا على بشرتك متألقة. أخيرا فهم يين يانغ هذا الازدهار. كانت الحياة في النهار بفضل أحجار المصدر لم تكن مجرد أدوات، بل كانت أساس البقاء والطاقة وحتى الثقافة هنا. قدرة كل منزل على مقاومة هجمات الليل جاءت على الأرجح من تعويذات المصدر، والرموز المعلقة فوق أبوابهم ونوافذهم تشكل حقول حواجز صغيرة بينما مروا بجوار الحانة. نادي للعم ليو مبتسما. يين ياو، لقد قمت بصنع دفعة جديدة. هل تريدين أخذ بعض منها إلى جدك؟ لقد خلطت فيها بعض السرساو بالمسحوق، يحافظ على الروح ويبعد الأشباح. أراهن أنه سيحبها، فقط لا تخبري أحدا. حسنا. هزت يين ياو رأسها بشدة. لا شكرا عم ليو، لقد أخذ جدي نصيبه هذا الشهر. واستمعي، إذا تسلل مرة أخرى ليمضي على حسابه، وعديني أن تخبريني على الفور. حسنا. تماما. عندما اتفت عند الزاوية، رصد يين يانغ شيئا من طرف عينه. 3 شخصيات مألوفة في الأمام. كان بلوندي ورفاقه بدا الثلاثي مشبوهين للغاية، يحملون حقائب كبيرة، حتى أن بلوندي كان يحمل فأسا. هذا غير معتاد لشخص عادة، لا يهتم حتى برفع مكنسة. عبستين ياو، هذا غريب. هؤلاء لا يقومون بعمل فعالي. ماذا يفعلون بكل تلك المعدات؟ مستحيل أنهم يخططون لشيء جيد. هيا دعنا نتبعهم. ضحك يين ياو لنفسه، هذه الفتاة لا تجلس في مكانها أبدا. أحب ذلك. بينما اندفع يين ياو إلى الأمام، تسارع في الخطى لمتابعتهم، لكن من الظلال كانت هناك شخصية مغطاة تراقبهم بصمت. ضيق عينيه وقال: إذا بدأوا يلاحظون، لا يمكن السماح لهم بالتداخل. احتفظ بهم تحت المراقبة في عمق الغابة خلف القرية. تسللت خيوط ضبابية شبحية بين الأشجار المتجعدة. كانت الهواء تنبعث منه رائحة التحلل ووجود مرعب زحف في الظلال. يا رئيس، الجذور تحركت. شيء ما مر بجانب قدمي. لا تخيفني هكذا مع كل هذا الشاة تشي في الهواء. إذا واجهنا ظلا شريرا سنكون في ورطة. سنابت بلوندي وهو يركل التراب بغضب. قل كلمة واحدة أخرى وسأرمي كلاكما إلى الأشباح بنفسي، حتى لو ظهر واحد فقط أركض. ماذا؟ تعتقد أن هؤلاء المتخلفين يمكنهم الترقص تحت أشعة الشمس؟ لا تكن غبيا. أشار إلى توهج أزرق باهت ينبض من جانب التل الصخري. تألقت عيونه. ترى ذلك؟ على الأقل عرق مصدر متوسط. بمجرد أن أجد النواة ستنحني المدينة بأكملها عند قدمي، حتى الخردة من حافة هذا الشيء. تكفي لإطعامكم الكسالى مدى الحياة، لذا أبقوا أعينكم حادة. إذا رأيتم أي شيء قيم، أنتم تعرفون من يحصل على الاختيار الأول. رئيس، أنت عبقري. تداخل الرفاق، عيونهم تتلألأ بالطمع. فجأة انطلقت صوت حاد: أنتم من عائلة وو، ماذا تفعلون هنا؟ خرج يين ياو من خلف الأشجار، وجهه بارد وآمر. هذه الغابة تعود لعائلة يان. أغربوا الآن. يا إلهي. قفز بلوندي تقريبا وهو يكاد يتعثر على قدميه، ثم سخر: إنه أنت فقط. يا صغيرة فضولية، لقد كنت أختبئ عائلتك في منجم، وأنا من يجب أن يطرح الأسئلة. عبست يونيا، واضحة مرتبكة ماماين. لا أدري عما تتحدث، لكن لم يلاحظ أي منهم الزوج من العيون القرمزية اللامعة من الأشجار فوق. تراقب كل كلمة، كل حركة. شخصية مرتدية، عباءة سوداء متخفية في شاو توشي، تترقب كظل منح الحياة. إذا يعرف ابن وتشانق عن المنجم، هس الكائن.
لكن يبدو أن الخبر لم ينتشر بعد. حسناً، سأصمتهم جميعاً إلى الأبد. بينما استمرت يونياو وبلوندي في الجدال، فجأة هبطت الشخصية من قمم الأشجار كالصاعقة، هالة مميتة تنفجر في جميع الاتجاهات. بضربة واحدة سحق الكائن صدر أحد الأتباع قاتلاً إياه على الفور، ولم يمنحه حتى وقتاً للصراخ. تناثرت الدماء تحول وجه بلوندي إلى الأبيض الشاحب، وانحنى ساقاه وركض إلى الغابة يركض كأن الشيطان نفسه وراءه. ضاقت عين يونياو، أمسك بيد يونياو وصاح: أركض الآن. ثم جذبها إلى الغابة بسرعة كاملة، لعق الظل الأسود شفتيه، عيونه الحمراء تتلألأ بالجوع. أخيرا شيء طازج ليس بعيدا، تعثر أحد الأتباع وسقط، يتنفس بصعوبة وهو يكافح للوقوف، بطيء جدا. انقض الكائن كأنه مفترس جائع، مخالب تقطع اللحم. واحد آخر قد ذهب، بينما كان يراقب بلوندي يركض كأن حياته تعتمد على ذلك. ابتسم الظل بشكل شرير: أرانب صغيرة، فريسة نشيطة، لكن التفكير بأنكم يمكنكم الهروب مني في وضح النهار يعلو من نكتة بينما كنت أركض عبر الأشجار. يا إلهي، ما هذا الشيء؟ تنهد يانيانغ. ظننت أن الأشباح الشريرة تظهر فقط في الليل. ماذا تفعل هنا الآن؟ صرخ بلوندي بين أنفاسه. لم تكن شبحا عاديا، كانت روحا، طالما أنها تتجنب ضوء الشمس. ثم نظروا إلى يونياو بسخرية. غريب، رغم أنك لست ترتدي حجابا وما زلت تقاوم. أنت حتى لست ترتدين الحجاب وما زلت تضربين وجه يونياو. احمر وجه أخي من الغضب، ليس شبحا. سخر بلوندي: من فضلك، عائلة يون لا تستطيع قول الحقيقة حتى لو كانت حياتهم تعتمد على ذلك. حسب ما نعرف، قد استدعى تلك الشيء إلى هنا، ثم انفتح الغاب على سماء مفتوحة وظهر جرف الشاهق أمامهم. دفعوا بأرجلهم بشدة يركضون نحو الحافة. وصلت يونغ أولا، وهبط قلبه. الجسر قد اختفى. كان جيدا عندما عبرنا سابقا: لا تخبرني أن الشيء دمره. قبل أن يتمكن أي شخص من الرد، تسللت هالة مثيرة للبرودة من الخلف. ظهرت روح مرتدية عباءة سوداء دون صوت تلوح فوق حافة الجرف. فجأة تجمد جسد يون يانغ بالكامل، شيء غير مرئي قد قيده في مكانه. رفعت الروح مخلبها الوحشي، شاقا الهواء بعويل مخيف متجهة نحوه كالموت المتجسد. في قرار لحظي ألقت يونياو بنفسها أمام يون يانغ، تحميه بجسدها بلا تردد بلا خوف. جاء مخلب الروح متهشما، مغطى خالص بالشر، ضاربا إياهما بقوة ساحقة. أرسلوا التأثيرهما يتعثران إلى الوراء، ثم لم تجد أقدامهما شيئا سوى الهواء. احذر يا يوانغ. بالكاد تمكن من الصراخ قبل أن يتدحرج هو ويون ياو عن حافة الجرف، بينما كان الشاب الأشقر يراقبهم وهم يختفون في الأعماق الضبابية. ثم التفت وركض في الاتجاه المعاكس. تبا: سأغادر هنا. لكن في اللحظة التي خطن فيها خطوته الثالثة، اختفى الشبح الأسود وظهر أمامه مباشرة. فاندفع الشاب الأشقر نحو صدره ككيس من الطوب ليصطدم بالأرض، حيث تلطخت سرواله على الفور. كان مرعوبا جدا لدرجة أنه لم يستطع حتى الصراخ. تقدم الشبح وضربه ركلة قوية في الأضلاع، مما جعله يفقد الوعي. طفل وتشانغ ليوان، أليس كذلك؟ قد يكون مفيدا بعد. بسهولة مدربة رفع الشبحه على كتفه. أما عن هذين الطفلين اليونيين، حتى لو لم تقتلهما السقطة، سيتعرضان للكسر بشكل لا يمكن إصلاحه. لم يكن قاع الجرف مجرد حفرة، بل كان منطقة ملعونة مليئة بالضباب القاتل. أي شخص يسقط هناك سيجن، ويبدأ جسده بالتحلل من الداخل. بينما كان يوانغ ويون ياو يضربان الأرض، اندفعت الطاقة المفسدة فوقهما مهددة بتمزيق أذهانهما. الضباب الأسود كوحش جائع انقضوا على أجسادهما، متدفقا عبر كل مسام، مخترقا أرواحهما. فتحت عيني يوانغ فجأة بينما اجتاحت الألم الشديد جسده. تنفس بصعوبة مستيقظا بجزع عنيف. التفت فورا ليتحقق من حالة يونياو. كانت لا تزال تتنفس، لكن بشرتها كانت تظهر علامات التشقق.
كما لو كانت ستتحطم في أي لحظة. كانت حياتها تتدلى بخيط رفيع. الضباب المفسد لم يكن يتراجع، بل أصبح أكثر كثافة كعاصفة تضغط عليهما بنية خبيثة وهو يضغط على أسنانه. لف يوانغ ذراعيه حول أخته بإحكام مستخدما جسده لحمايتها من تأثير الفساد، مستعينا بكل قوة متبقية لديه. لوح بذراعه في يأس وتمكن من تفريق الضباب الأسود. لثانية خاطفة دون تردد رفع يونياو إلى ذراعيه وتدحرج نحو أضعف فتحة في الضباب، هاربين من حياتهما. لكن الضباب المفسد تمسك بهما كفريسة حية بلا رحمة وسريعة، لم يتركهما حتى لثانية واحدة. كان يوانغ يعلم أن هذا لا يمكن أن يستمر، كان بحاجة إلى ضوء الشمس أو سيل تهمهما. بعد بحث محموم رصد شعاعا ضيقا من الضوء يتسلل عبر قمم الأشجار أمامه مع الضباب الملعون يلامس جلده، فاندفع في يأس، وبالكاد قفز إلى ضوء الشمس. صرخ الضباب في ألم عندما لمس الضوء، ملتفا بعنف قبل أن يتبخر إلى لا شيء. آمن الآن وهو يتنفس بصعوبة، وضع يوانغ يونياو برفق على الأرض، ونادى اسمها مرة بعد مرة. تحت النور الدافئ بدأ الضباب الداكن يرفع عن جلدها، وبدأت التشققات عبر جسدها في الالتئام. اجتاحت الراحة وجه يوانغ عندما رأى علامات الشفاء. على الأقل كانت بعيدة عن الخطر، لكن الهدوء لم يدم طويلا، فقد اندفعت ألم مفاجئ عبر أطرافه. حاد وحارق كانت الطاقة المفسدة التي امتصها سابقا، لم يتم تطهيرها بالكامل. الآن كانت كامنة داخله، مختبئة في عروقه، تنتظر عبس يوانغ. إذا لم يجد طريقة للتعامل مع الضباب الفاسد بداخله، قد يخطئه أحدهم على أنه شبح، وهذا قد يودي بحياته. جمع نفسه وبدأ في توجيه الطاقة المظلمة عبر جسده، محاولا امتصاصها والسيطرة عليها. لكن بعد ذلك ضبابت رؤيته، وفي اللحظة التالية وجد نفسه عائدا إلى ذلك العالم الداخلي الغريب. صدى صوت بارد مألوف في الفراغ. يان يانغ أخيرا عدت. رد بهدوء: إنه أنت. استغرقنا وقتا طويلا لنلتقي مرة أخرى. بدا الصوت مرتبكا. لماذا يوجد ميازيما داخلك؟ تعرضت لكمين من إبل شبح. أوضح، لذا قمت بمخاطرة وحاولة امتصاص الضباب بدلا من السماح له بأكلي حيا. هل جننت؟ سنبت المرأة. امتصاص الميازيما هو حكم بالإعدام بمجرد أن تتجذر، تفسد عقلك. لكنت قد جننت لولا أنني أعيد تفعيل عقدنا عن غير قصد. تعكر تعبير يون. انتظر، هل كل تلك الحلقات التي فقدت فيها الوعي كانت بسبب تعرض جسدي السابق لهذا الشيء؟ بالضبط. قالت بجدية: على الرغم من أن روحك عبرت، إلا أنك بالكاد استقريت في هذا الجسد. إذا تدهور الجسد ستتفتت وعيك معه، لا ولادة جديدة، لا فرصا ثانية. أملك أمل واحد فقط، وهو العثور على اللهب الأولي. إنه المفتاح للحفاظ على لحمك. لكن تلك الميازيما، إنها الموت المتجسد. سأل ين يانغ بسرعة: إذا اجتاحتني الميازيما مرة أخرى، هل ضوء الشمس هو الطريقة الوحيدة للتخلص منها؟ عادت صوت المرأة هادئ لكن بعيد: هناك طريقة أخرى. اعتبر جسدك كبطارية تخزن طاقة اللهب الأولي. إذا تعلمت أن تشعر بذلك النار وتركته يتدفق عبر جسدك كالصاعقة، يمكنك حرق الميازيم من الداخل. لكن عليك أن تصبح أقوى بسرعة، أو أن هذا العالم سيلتهمك بالكامل. ودعني أكون واضحا، كانت هذه خدمة لمرة واحدة. في المرة القادمة التي تتلوث فيها، لا تتوقع مني أن أتي مسرعا، لدي أمور أتعامل معها. بينما تلاشت صورتها في ضوء متلألئ، تركته مع تحذير أخير: لا تنسى أبدا ميازيما يا قاتلة. لا تحاول امتصاصها مرة أخرى. فتح يون يانغ فمه لطرح المزيد من الأسئلة، لكن في غمضة عين. تم سحبه مرة أخرى إلى الواقع، متذكرا تلك اللحظة عندما اجتاحت الميازيما. أدرك مدى قربه من فقدان السيطرة. رغبة الدم لم تكن خاصتي. فجأة أطلقت يونياو آنينا، واندلقت كمية من الدم الداكن من شفتيها. الضربة السابقة من الشبح ألحقت ضررا أكبر مما أدركوا. تحول تعبير يونياو إلى جدي. قدمت الشمس مأوى مؤقتا، لكن الهواء من حولهم كان كثيفا بميازيم قاتلة.
إذا خرجوا بشكل متهور. يمكن أن يموت كلاهما في غضون دقائق، لكن إذا بقيا في مكانهما قد لا تدوم يونياو طويلا. هل كان من المفترض حقا أن أشاهدها تتلاشى في النور؟ في حالتها غير الواعية همست يونياو بخفوت. أخي، مهما فعلت ستظل دائما عائلتي. تجمد يون صوتها المكسور، صوتها المرتعش أصابه أقوى من أي جرح. في تلك اللحظة فهم أخيرا ماذا يعني أن تكون لديك عائلة. ليس مجرد دم، بل شخص مستعد لمشاركة الحياة والموت. أول شخص في هذا العالم وثق به وحماه بلا تردد كانت هي. رغم أنهم عرفوا بعضهم البعض لفترة قصيرة فقط، لقد خاطرت بكل شيء من أجله أكثر من مرة، حتى في مواجهة الموت لم تتردد أبدا في حمايته. ببطء مد يده وسحبها إلى أحضاني وعيناه تشتعلان بالعزم. هذه المرة سأكون من يحميك. أمسك يون يونغ بأخته بإحكام وهو يركض عبر الضباب القاتل. نفايت على حياتهم، تمسكي بقوة يون ياو. سأخرجنا من هنا أعدك. لكن الضباب الشرير تمسك بهم كالعنصر، مانعا كل طريق للمضي قدما. ضعيف عديم الفائدة لا يستطيع حتى حماية نفسه، وما زلت تعتقد أنك تستطيع إنقاذ شخص آخر؟ هز يانغ رأسه بشدة. تلك الصوت لم يكن حقيقيا، كان الضباب يلعب بعقله. لكن في تلك اللحظة القصيرة من التردد، تدفق الضباب الداكن مثل موج عاتية يبتلعهم بالكامل. إنه واضح، أليس كذلك؟ شعلة مصدره على وشك الانطفاء. اتركها، أنقذ نفسك، نعم، أو ستموتان معا. ضغط يين يانغ على أسنانه. حتى لو كلفني كل شيء لن أتركها أبدا خلفي. شد أبضته على أخته وانطلق مرة أخرى عبر الضباب الخانق. لكن الأصوات تبعته. لقد تخليت عن الكثير بالفعل. فكر جيدا، ماذا تمسكت به حقا طوال هذه السنوات لتنجو من المتنمرين؟ لقد تخلصت من كرامتك لتبقى على قيد الحياة. تخليت عن أحلامك، وعندما كان جدك محاصرا في ذلك المنزل المشتعل اخترت الهروب. تركت حتى عائلتك. صرخ يون يونغ يائسا. لم أدخل عنه، كنت خائفا جدا. كنت أظن أن النيران ستبتلعني بالكامل. كنت أريد القفز في النار وإنقاذ جدي، لكن رجال الإطفاء منعوني. الضباب سخر منه، أليس ضعيفا؟ والآن شعلة مصدره تكاد تنطفئ. لا يمكنك إنقاذ أي شخص. ظلام وجه يان يانغ. بلطف وضع أخته على الأرض، عزم بارد يلمع في عيني. هذه المرة سأقوم بإنقاذها حتى بدون شعلة مصدري. سأستنزف كل أثر من هذا الضباب الملعون، حتى لو حولني إلى وحش. لن أدعك تلمس هذه الفتاة البريئة. في اللحظة التي خرجت فيها تلك الكلمات من فمه اندفع الضباب نحوه مثل فيضان هائج يتدفق إلى جسده بشدة. في نفس الوقت دوت الرعد في السماء فوق المدينة، زأر مثل نزير بعيد. فجأة شعر يون زونغ فينغ بشيء، موجة من الطاقة الروحية قادمة من الغابة القديمة. رشت إلى السطح ونظروا إلى المسافة. كانت القوى السوداء تتحرك بقلق، والسحب السوداء تتدفق مثل وحش يستيقظ. في تلك اللحظة كان يون يونغ محاطا تماما بالضباب الداكن، مثل إله شيطاني ينهض من الهاوية. اقتربت مجموعات من الوحوش البرية، جذبتها الطاقة الشريرة بعيون مفترسة مثبتة عليه. في الثانية التالية فقدت الوحوش كل عقل واندفعت نحو في جنون من المخالب والأنياب. يون يانغ سخر بابتسامة باردة على شفتيه. آفات صغيرة مزعجة. هل تعتقد حقا أنك تستطيع التهامن بأسنانك التي تنقض على بعد بوصات فقط؟ ظل هادئا بشكل مخيف، عينيه جليد وهالته لا تتزعزع. فجأة انطلقت مخالب حادة من يديه. تشوش جسده كأنه شبح وهو يتنقل بين الوحوش المتدافعة. كل وحش في طريقه تمزق إلى أشلاء. تمزقوا قبل أن يدركوا ما أصابهم، وفجأة انقضى عملاق ضخم بين الوحوش. رفع يده الضخمة عاليا وضرب بقوة مدمرة، محدثا صوت تحطيم مدوي تحت الأرض. لكن يون يانغ قابل الضربة بيد واحدة فقط، متوقفا في الهواء بسهولة. ابتسم قائلا: كونك كبيرا لا يعني أنك قوي. في اللحظة التالية سحب يون يانغ نارا مشتعلة مباشرة من داخل جسم الوحش العملاق. شعر العملاق بقوة حياته تتلاشى، وحاول بشغف سحب ذراعه إلى الوراء. ابتسم يون يانغ بنظرة شريرة في عينيه.
لقد مر وقت طويل منذ رأيت نارا حقيقية. قبل أن يتمكن العملاق من الرد، اندفعت النيران للأعلى، ملتفت حول جسده كجحيم جائع. قبض يين يانغ على قبضته، انفجرت النار إلى السماء. عمود من اللهب ينطلق نحو السماء، مضيئا الغابة بأكملها. وأخيرا أزعج الفوضى الصاخبة يوان ياو من فقدان الوعي. فتحت عينيها، وأول شيء رأته كان شقيقها واقفا بأمان وسلام. اندفعت إلى الأمام واحتضنت خصره بإحكام، وكأنها تخشى أن يختفي. أخي، أنت بخير. هذا هو الأهم. أنا سعيدة جدا. لكن في تلك اللحظة شعرت رأس يين يانغ وكأنه على وشك الانفجار. فساد الضباب قد دفع عقله أخيرا إلى حافة الانهيار. أخي، لماذا تتحول عيناك إلى اللون الأحمر الدموي؟ عند سماع صوتها انقض يون يانغ الشيطاني على يون ياو دون تردد، ودموع تتدفق على وجهها بينما احتضنته. استيقظ أخي، أشعر بذلك. نار مصدر قوتك لا تزال مشتعلة. لا تدع الظلام ينتصر. لكن الضباب همس بجانبه، خبيث وبارد. اقتلها، اقتل من أمامك. كانت عقل يين يانغ ينبض بألم لا يطاق. الفوضى تبتلع أفكاره. اجعلها تتوقف. اسكتها إلى الأبد. دفع يون يانغ يون ياو بعيدا بعنف، وهو يضغط على أسنانه. اذهبي. بينما لا زلت أستطيع السيطرة على نفسي. أنا أكثر خطورة من الوحوش الآن. أرجوك اذهبي، لا أريد أن أؤذيك. لكن يون ياو لم تتردد. اندفعت إلى الأمام مرة أخرى. أخي، يجب أن تتمسك. إذا سقطت أعمق، قد لا تعود أبدا. لا أريد أن أفقدك مرة أخرى. كانت صوت يون ياو ناعمة، مملوءة بالحب. أثارت شيئا عميقا داخل يين يانغ. هذا صحيح، في هذا العالم لم يعد وحده. كان لديه منزل، أناس يهتمون به، وشخص سيعطي كل شيء لحمايته. تلك العزيمة التي لا تتزعزع طردت السحب من جسده ببطء. مهما كنت تحاول السيطرة علي، استمع جيدا. هذا الجسد لي. أنا يان يونغ، ولا أجيب لأحد. مع طرد آخر أثر من الظلام، تلاشت ضبابية عين يان يانغ وعاد أخيرا إلى نفسه. كان هناك سؤال واحد يدور في ذهنه: لماذا فقط يون ياو هو من يمكنه إعادته من حافة الهاوية؟ لكن لم يكن هناك وقت للتفكير. أصعدي على ظهري، قال بسرعة. نحن نخرج من هذا المكان الملعون. لم تعارض يان ياو، تسلقت عليه دون تردد، مستندة برأسها برفق على كتفه. فجأة تمزق تموج غريب في الهواء، معبرا عن قدوم عالم الليل. تضيق قلب ين يانغ. زاد سرعته. كان عليهم الوصول إلى المدينة قبل أن يحل الظلام تماما. أخي، ضعني. تضرعت يون ياو. لا يمكنك الهروب من عالم الليل، وأنا على ظهرك. رفض ين يانغ دون تردد. لا تكن سخيفا. كيف يمكنني تركك خلفي؟ بغض النظر عما يحدث سأحميك. لكن عالم الليل قد نزل أسرع مما توقع أي منهما. في لحظة، قوة ساحقة دفعت يون يونغ إلى الأرض، مثبتا إياه بوزن ساحق. شعر وكأن أعضاؤه على وشك الانفجار، كأن شيئا ما يضغط على حياته. صرخت ينياو بخوف. هل هذا هو الذي حذرنا عنه الجد؟ الشر القديم الموجود في الأرض الأجداد. نظرة واحدة فقط منه كانت كافية لتجعلها تشعر وكأنها تقف في أعماق الجحيم. كانت قوته تتجاوز أي شيء يمكنهم فهمه. جالت أفكار يانيانغ: ماذا أفعل؟ هل سأترك عالم الليل يستهلكنا هكذا؟ أمسك يانيانغ يانياو بإحكام، صوته ثابت وحازم. لا تخافي يانياو، حتى لو ابتلعنا عالم الليل بالكامل سأواجهه معك. تمسك الأخوان ببعضهما، مستعدين لمواجهة الموت معا. لكن بمجرد أن اقترب الظلام دمر زئير مدوي الصمت. شيطان، كيف تجرؤ على التصرف بشكل غير منضبط أمام عائلة يون؟ وصل ليون زونغ فينغ. الجد هنا لينقذنا. اندفع الرجل العجوز إلى جانبهم واقفا بشكل يحميهم. أنت أيضا أبقى خلفي ولا تتحرك. الكيان الشيطاني أطلق ضحكة ساخرة. هل يجرؤ نجل من عائلة يوان على النباح علي؟ أطلق الكائن الشيطاني ضحك ساخر سليل عائلة. يون يتجرأ على الصراخ في وجهي. إذا كان سلفك هنا ربما أظهر بعض التردد، لكن يون زونغ فنغ رفع سيفه العظيم الضخم. هلتي لا تتزعزع وإرادتي لا تلين. أقر بأنني لست ندا لك.
لكن إذا وضعت حياتي في هذه المعركة لن تخرج سالما عند تلك الكلمات. ساد الصمت على الكائن الشيطاني ورأى الطريق كليرد. أطلق يون زونغ فانغ شخيرا باردا، خطوة ذكية بمجرد أن خرجوا من الوادي. استدار يون زونغ فانغ بقلق. هل أنتما بخير؟ نحن بخير، لا شيء خطير. همست ينياو. لا شيء خطير وبخه أنتم مصابون. ماذا كنتم تفكرون عندما دخلتم غابة الأجداد وحدكم؟ خفض يانغ رأسه. كانت غلطتي، لم أستطع حماية ينياو، أنا آسف. ربت يون زونغ فناغ بلطف على شعره، مبتسما ابتسامة لطيفة على وجهه المتجعد. لقد قمت بعمل جيد كأخ أكبر، هيا نعود إلى المنزل. مع ذلك حمل يانغ أخته على ظهره مرة أخرى وبدأ يمشي إلى الوراء عميقا في الظلال. مع الرجل العجوز الذي يجر خلفه عبئين ستكون هذه الفرصة المثالية للاعتداء، وقد غطت ظلمة الليل المشهد بالكامل. لف يوان زونغ فناغ الثلاثة منهم في لهب المصدر، محميا إياهم من الفساد الذي تمكنت من إطلاقه. هذا يعني أنك قد دخلت رسميا عالم اليقظة، قال بهدوء. يتم تصنيف اليقظين إلى مسارين: المحاربين والسحرة بناء على صفاتهم الفطرية. خطوتك التالية هي اكتشاف صفتك وتدريبها جيدا. قاطعت يوان ياو بحماس. هل يعني هذا أن الأخ الأكبر سيكون قويا مثل الجد يوما ما؟ يا فتاة حمقى، أنا مجرد محارب مبتدئ بعيد عن أن أكون قويا. ضحك العجوز. لكن بالنسبة لي الجد هو أقوى يقظ على الإطلاق. أنت الأفضل. في تلك اللحظة اتسعت عينا يوان يانغ في صدمة، حيث ظهر كائن شيطاني ضخم في المسافة، ضخم ومخيف. لكن يين زونغ فينغ ظل هادئا تجاهله. هؤلاء مجرد شياطين من المستوى المنخفض، عادة لن يزعجونا، وليس هناك حد لعددهم. كان يان يانغ مذهولا، ذلك العملاق يعتبر من المستوى المنخفض. شرح يان زونغ فينغ: يتم تصنيف الشياطين حسب اللون: الأسود، الأخضر والأحمر الدموي من الأضعف إلى الأقوى. ذلك العملاق الذي رأيته هو مجرد دمعة سوداء، أدنى فئة. يبدو كبيرا فقط لأنه يمانيبوليت الميازمة لتزييف حجمه، وهم خالص. إذا كان التصنيف يعتمد على اللون، ماذا لو كان اليقظ مصابا بعمى الألوان؟ نظر يين زونغ فنو إليه بنظرة حادة. إذا سنعالج عمى الألوان لديك بالنار المصدر. فجأة سألت يوان ياو: ماذا عن الشيطان من الأرض الأجداد؟ ما هو تصنيفه؟ ذلك الكائن الشنيع. خفة صوت يين زونغ فنغ: لا ينتمي إلى هذا العالم، لذلك لا يمكن تصنيفه بنظامنا، كأنه جاء من مكان بعيد جدا عن هذا العالم. إذا يجب أن يكون جدنا قويا بشكل لا يصدق، فقد ختم شيئا مثل هذا. في تلك اللحظة أصبح تعبير يوان زونغ فينغ قاتما. انتظر. هذه الميازمة يتم التحكم فيها من قبل شخص ما. اندفعت موجة من الطاقة الملوثة نحوهم. سحب يين زونغ فينغ سيفه على الفور وضرب للأمام. أحمي وانياو. صرخ إلى يوانياو: اترك هذه المعركة لي. بينما كان يين زونغ فينغ يضرب عبر الميازمة بكل قوته، كشف الوايث المخفي عن نفسه أخيرا في اللحظة التالية. اندفع الكائن مباشرة نحوه. رفع يين زونغ فناغ سيفه العظيم في الوقت المناسب. أسلوب الشفرة المتألقة، شكل خمس ختم حارس الصلب، تصادم مع الظلام بينما كان يحجب الضربة. لقد كنت أطاردك لمدة 10 أيام، لم أتخيل أنك ستسير مباشرة نحو شفرتي. لكن الوايث لم ينته. هاجم مرة أخرى، هذه المرة من الجانب، حيث سلامد يد ثقيلة على سيف يان زونغ فونغ. مما أرسل موجات صدمة عبر الهواء. تراجع يين زونغ فينغ، ثم بسرعة تلا آية ختم الربط. انطلقت سلاسل من الطاقة ملتفة بإحكام حول الوايث، ظن أنه سيكون نهاية الأمر. لكن بعد ذلك خلف يوان يانغ ويون ياو ظهرت شخصيتان عملاقتان من الظلال. تفاعل يان زونغ فانغ على الفور. انتقل خلفهم ورفع سيفه في الوقت المناسب ليحجب الضربة. في هذه الأثناء الوايث الأول الآن محرر من قيوده زأر وانفصل بقوة مرعبة. اللعنة 3 منهم في نفس الوقت الذي تم فيه محاصرة الثلاثة. زأر ين زونغ فينغ، أسلوب الشفرة المتوهجة، شكل ثلاثي. ختم التحطيم. انفجرت موجة صادمة ضخمة غير مرئية.
مجمدة الثلاثة شبح في أماكنهم دون إضاعة ثانية. تبع ذلك بختم الربط مرة أخرى، مقيدا جميع الأعداء الثلاثة بسلاسل من الضوء، لكنه كان يعلم أن هذا لن يدوم طويلا. كان عليهم الهروب. أمسك بيد يوان يانغ ويون يا وركض بعيدا معهما في هذه الأثناء. مختبئا في الظلال، ابتسم المدبر بسخرية. لم يتوقع أن يكون لدى ذلك العجوز مثل هذه الحيل، لكن مع حملتين تعيقانه لقد كان محكوما عليه بالقتال حتى الموت. وبالفعل في اللحظة التالية حطم الأشباح الثلاثة سلاسلهم بقوة عمياء. تم حسم مصير ين زونغ فينغ في اللحظة التي دخلوا فيها هذه اللعبة. إنه بمثابة ميت. سرعان ما وصل الثلاثة إلى نقطة تفتيش الليل، دفع ين زونغ فينغ يوان يانغ ويون ياو عبر الباب. اذهب واحصل على الصواريخ الضوئية، صرخ أسرع. إذا بقيت هنا ستشغلني فقط. كان يوان يانغ يعلم أن ين زونغ فينغ كان محقا. دون تردد أمسك بيد يون ياو وركض أعمق إلى داخل النقطة للعثور على الصواريخ الضوئية. لم تكن الأشباح بعيدة. رفع أحدهم قبضته الضخمة وسقط بها نحو ين زونغ فينغ، تصدى للضربة مباشرة. لكن قبل أن يتمكن من الرد، قفز شبح آخر من الجانب بأظافر حادة مثل الشفرات. Overwhelmed by the combined assault، تم دفع يوان زونغ فينغ للخلف عدة أمتار، بالكاد يحتفظ بتوازنه. بينما كانت الأظافر تهاجمه، أسرع في سحب السيف العظيم من ظهره. في حركة واحدة سلسة حجب الضربة القادمة بيد واحدة، بينما تصدى للأظافر بشفرته في نفس الوقت. لكن القلق تسلل إلى ذهنه. هناك شيء خاطئ. هذه الأشباح هجماتهم منسقة جدا، كأن شخصا ماهرا يتحكم بهم. أحتاج فقط لشراء الوقت. نأمل أن يكون هناك أحد من وحدة الدورية قريبا. فجأة أطلق برق أسود كخط من البرق نحوه، بالكاد تفادى ين زونغ فينغ في الوقت المناسب. داخل نقطة تفتيش الليل كان يوان يانغ ويون ياو يزداد قلقهما. لماذا لا يأتي أحد حتى الآن؟ همس يون ياو. يبدو أن الجد يعاني. في تلك اللحظة رصد أحد الأشباح لهما، رفع قبضته وضرب بها نحو النافذة حيث كان مختبئين. لحسن الحظ، تفعيل الحاجز الواقع على النافذة في الوقت المناسب، عاكسا الضربة، جذب الصدمة العالية انتباه ين زونغ فينغ. تراجع فورا. ابتعد يا وحش زأر. أطلق ركلة طائرة وحشية نحو المخلوق. تم دفع الشبح الشبيه بالقرد عبر الفناء دون تردد. سحب ين زونغ فينغ شفرته مرة أخرى. ختم هجوم الشفرة المتوهجة في ضربة واحدة قطع الشبح إلى قطع. بينما حاول الروح الفاسدة الهروب من مضيفه، أمسك ين زونغ فينغ بها أثناء الطيران، محاولا الانزلاق بعيدا مرة أخرى، لكنها كانت فخا. تم نصبه بعناية من قبل المدبر. وقع ين زونغ فينغ فيه في اللحظة التي بدأ فيها توجيه نار المصدر لإحراق الشبح. شعر بشيء خاطئ. انفجر الشبح دون سابق إنذار، مما دفع يون زونغ فينغ للخلف مع موجة صدمة مدوية. حدق يون زونغ فينغ في ديسبليف بينما انفجر الشبح أمامه. الشبح دمر نفسه. هناك بالتأكيد شخص يتحكم بهم من الخلف. رأى يون زونغ فينغ مصابا. صرخ يون يونغ في بانيك جدي. ابقى في الداخل. حاجز الحماية لنقطة المراقبة الليلية لن يكسر بسهولة. جز يون زونغ فينغ على أسنانه وقال، لكن يون يانغ كان يشعر بوضوح أن يون زونغ فينغ كان عند نقطة الانهيار. كان يكافح للإمساك. تردد ثم همس بهدوء. هل يجب أن أحاول استخدام تلك القوة؟ يونياو، أوقفته بسرعة. أخي، ماذا تفكر؟ الضباب سيجعلك تفقد نفسك. تردد ين يانغ وكان صراعه الداخلي واضحا، وعض على قبضته ملعنا في صمت تبن. لو كنت أقوى. نظرت يونياو إليه بعيون مليئة بالدموع، وكان صوتها يرتعش. أخي، أرجوك لا تتحول إلى واحد منهم. في تلك اللحظة انطلقت شعاع ضخم من الضوء الذهبي عبر النافذة، مما أيقظ كل من يون يانغ ويون ياو. كان نتيجة الانفجار العنيف الذي تسبب فيه قتال يون زونغ فينغ مع الشبح. وفي تلك اللحظة بلغ قلق يون يانغ ذروته. لا يمكن أن يستمر هذا. إذا انتظرنا أكثر سيكون جدي في خطر. بينما كان يون زونغ فينغ يكافح لصد هجوم أحد الأشباح، هجم شبح آخر من الجانب دون تفكير. قفز يون يونغ للأمام متجها نحو يون زونغ فينغ. تصدى للضربة القادمة.
كان التصادم بين ضربة الشبح وحاجز يون يانغ الوقائي. أطلق موجة صدمة مدوية عبر الهواء. تركت الأحداث المفاجئة يون زونغ فينغ ويون ياو في حالة تأهب. كانت أعصابهم مشدودة بينما كان الشبح يعتقد أنه قد انتصر. أطلق ضحكة انتصارية. ها ها ها، أنت مجرد طفل متعجرف. بينما تلاشت السحب، وقف يانغ بثبات مذهولا ليكتشف أنه قد صد فعلا هجوم الشبح، لكن تغير غير طبيعي في السماء جعل يون يانغ يتجمد. انفجر شعاعا من الضوء الأحمر فجأة من السماء، ولاحظ يون يونغ الضباب يتجمع بشكل أومينوس، وقد صدم هذا الظاهرة الغريبة الشبح أيضا. يون زونغ فينغ وهو يشاهد هذا العرض كان مذهولا بنفس القدر. مهارة استدعاء. استيقظ يون يانغ كساحر وعقد العقل المدبر وراء الهجوم على أسنانه. كان من المفترض أن يكون هذا الطفل هباء غير مجدي، لكنه استيقظ كساحر نادر وأعطى أمرا. لا يمكننا أن نسمح له بإكمال الاستدعاء. اقتلوه تماما. عندما كانت مخالب الشبح على وشك تمزيق يون يانغ، فجأة انطلقت شعاع أحمر قوي من الضوء من السماء دافعة الشبح للخلف بقوة ساحقة. اتضح أن يون قد أكمل الاستدعاء بنجاح، وصرخ العقل المدبر في رعب. تبا، ما نوع الوحش الذي استدعاه هذا الطفل؟ هذا الضغط يؤثر حتى على تحكمي. كيف يكون قويا بهذه الدرجة؟ أدرك يون زونغ فينغ أيضا أن الكائن الذي استدعاه يون يانغ لم يكن كائنا عاديا. كان مختبئا في الدخان، بدا الكائن المستدعى ضخما. كانت عيونه مركزة على الشبحين. هذا المنظر هز العقل المدبر حقا. لكن عندما كشفت الكائن المستدعى عن نفسها أخيرا لدهشتهم. كان شيئا أقل رعبا. كائن صغير لطيف دائري مثل الكرة بأجنحة تشبه أجنحة الخفافيش. طار الكائن نحو يون يانغ. فرك بوجهه بحب. نظر يون يانغ إليه مرتبكا. ما هذا الشيء؟ استرخى العقل المدبر وهو يضحك لنفسه. ماذا كنت أخاف منه؟ طفل استيقظ للتو لا يمكنه استدعاء أي شيء خطير. مع زئير. أمر العقل المدبر بقتلهم الآن. عند رؤية هذا أسرع يون زونغفين. أسرع واذهب. لكن في اللحظة التي تحدث فيها قفز الكائن المستدعى أمام يون يانغ مانعا هجوم الشبح. شهق يون زونغفين. هل هذه درع واقي تشكل من الميازة؟ استدار يون يانغ إلى الكائن المستدعى وسأله: هل كنت أنت؟ لم أتوقع أن تكون قويا لهذه الدرجة. ثم بصق الكائن كرة من الميازة التي تشكلت ببطء إلى خنجر. كان يون يانغ مرتبكا. ماذا تريدني أن أفعل بهذا السلاح؟ تريدني أن أقاتل؟ هز الكائن برأسه بحماس. بغضب رمى يون يانغ الخنجر جانبا. إذا أنت كائن مستدعى تريدني، مستدعيك أن أدخل المعركة بنفسي على الرغم من غضبي. التقط يون يانغ الخنجر واستعد للدخول إلى المعركة. في تلك اللحظة لاحظ يون زونغفين شيئا غير عادي. كان خنجر يون يانغ ينبعث منه هالة كهربائية خافتة. أمسك يون زونغفين بسرعة بذراع يون يانغ قائلا: احرق نار مصدرك وحاول أن تشعر بعناصر البرق المحيطة. ركزها في الخنجر. ندر يون يانغ مرتبكا مع عناصر البرق. اتسعت رينا يون زونغفين في صدمة. صفات مزدوجة. نار مصدرك هي مزيج من الاستدراء والبرق. عند سماع هذا قرر يون يانغ اختبار القوة بنفسه. لوح بالخنجر واندفع نحو الشبح مع فرقعة طازجة من البرق. الطاقة الكهربائية أطلقت الشبح بعيدا. صفات مزدوجة. كيف يمكن أن يحدث هذا؟ تمتم العقل المدبر في ديسبليف. فرصة واحدة من مليون. كيف حدث هذا الولد من عائلة يون؟ في نفس الوقت شعر بوجود قوي يقترب. عند رؤية هذا تحول الشبح على الفور للهروب، وأراد يون يانغ بشكل غريزي أن يتبع، لكن يون زونغفين شعر أيضا بنفس الهالة القوية. وسرعان ما أوقف يون يانغ. إذا تابعت أكثر ستكون في خطر. بينما حاول الشبح الهرب. Engulfed by a ball of yellow flames suddenly trapped it. في لحظة شعر يون زونغفين بضغط النار المصدر اللافت وقال: هذا الضغط من المستوى المتوسط. لا، إنه من المستوى العالي. نظر الرجل إلى يون يانغ وسأله: هل استدعت البرق بصفات مزدوجة من قبل؟ قبل أن يتمكن يون يانغ من الإجابة قفز الكائن المستدعى أمامه وهو يجراولينج بشراسة نحو الرجل من المستوى العالي. في تلك اللحظة
ملأ الارتباك يون يانغ. من هو هذا الرجل؟ لماذا أشعر أن الموت نفسه ينبعث منه؟